سؤال، مين هو القاتل بمسلسل المهرج؟ أنا بظن القاتل أصدقائي هو الشخصية اللي جسدها الفنان باسم ياخور، شخصية منصور. أول شغلة أصدقائي مثل ما شفنا بالسيناريو إنه القاتل ذكي وبيفهم بالقانون. تاني شي أصدقائي ما بدي إياكم تنسوا إنه القاتل هو المهرج، والشخصية الوحيدة اللي بتحمل عنصر كوميديا هي شخصية منصور اللي بيجسدها باسم ياخور. ثالث شيء أصدقائي، شخصية منصور هي شخصية قريبة من شخصية المحقق، وهن رفقات وكبروا مع بعض. لذلك بعتقد شخصية منصور كانت تتوقع كيف شخصية المحقق رح تتصرف وعلى أساسها عملت الجريمة. طيب أصدقائي، وهلأ السؤال المهم، ليش منصور لا يرتكب جريمة ما دام هو رح يحقق فيها ويكون المحامي فيها؟ أنا بظن أصدقائي إنه شخصية منصور عندها اضطرابات نفسية، وبنفس الوقت لأنه هو ذكي حب إنه هو يتحدى حاله. ولا ننسى أصدقائي إنه القاتل هو المهرج، ولطالما أصدقائي شفنا شخصية الجوكر أو شخصية المهرج بالأفلام إنه هي شخصية عندها